محتاج برضو وانا بعمل الاستراتيجي احلل المنافسين بتوعي، اعرف المنافسين بتوعي مين وبيعملوا ايه وموجودين بشكل عامل ازاي، ده بيساعدني في الاستراتيجي. احلل المنافسين بتوعي ازاي؟ انا عايز اشوف المنافسين دول اصلا موجودين فين واكتف على انهي تشانل. فمثلا المنافس الاولاني كان موجود على فيسبوك وانستجرام، عايز اشوف هو عنده كام فولور عليه، عنده هنا 3000 و2000 ومليون، ايه نقاط القوه عند الشخص ده، او الشخص ده بيعمل ايه كويس قوي على البلاتفورم. فمثلا هو موجود على لينكد ان بيقدم كونتنت للموظفين بتوعه بشكل مناسب قوي، بس على فيسبوك ما بيعملش حاجه، وعلى انستجرام بيقدم صور كتير. انا فهمت ان هو من ضمن نقاط القوه بتاعته ان هو التيم بتاعه بيعرف يشتغل على الامبلوير براند، بس ده اللي هو مهتم بيه، وان هو عنده الامكانيه او العين اللي بتطلع صور كويسه، عنده فوتوغرافر كويس، عنده حد قادر يطلع له الكونتنت. فدي من ضمن نقاط القوه اللي عنده. لو انا جيت اتكلم في ايه نقط الضعف اللي عنده، قد يكون البراند ده مش موجود بشكل مستمر على فيسبوك، او ان هو بوست يوم و7 لا ويوم و20 لا. دي تعتبر نقطه ضعف عنده. وانا بحلل البراندات اشوف هو ايه الكونتنت عنده اللي بيجيب له ارقام، ايه الكونتنت اللي بيخلي الناس تخش تنجيج. لو قال للناس طلعوا الكره من تحت الصندوق، ده هيجيب تفاعل، ولا هل لازم يبذل ايفورت اكتر ويبدا يجيب، لا هيجيب انفلونسر. محتاج تبدا تشوف ايه اللي بيجيب له ارقام وايه اللي ما بيجيبلوش ارقام، تبدا تحط الحاجات في بوليت بوينت. خلاص انا كده عرفت اكتر عن المنافسين بتوعي. مهم دلوقتي اعمل سوات اناليسيس، او ابدا اشوف قوي عندي بالقوي عند الناس والضعيف عندي بالضعيف عند الناس. تعال نقسم سوات اناليسيس بشكل ابسط من كده. المحور الاولاني في حاجات كويسه وحاجات وحشه، والناحيه الثانيه احنا بنقول الحاجات دي داخليه ولا خارجيه، وابدا اشوف انا بعمل ايه، وابدا اعمل لنفسي